أهلا بكم. هاي الحلقة هي من أكثر الحلقات المؤلمة ببرنامج سفر الآلام، لأن الطرفين اللي هم الزوج أبو حيدر والزوجة أم حيدر فقدوا أشقائهم بزمن النظام البائد. شافوا أنواع الظلم من سجن وترهيب وتهجير قسري. ضيوف هاي الحلقة عاشوا بالفعل كل أنواع المعاناة. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. كان تهجير أخو أم حيدر مع التجار اللي تهجروا باجتماع غرفة التجارة هو بداية المصايب لعائلتها. تتذكر أم حيدر اللي صار بذاك الوقت، تتذكر حجم المشاكل والويلات اللي تعرضوا لها. احنا أول يوم أخوي قال أروح، كان تاجر أخوي الحجي داود، قال أنا أروح عندي جلسة يومين الظهر أجي. هذا راح بعد ما أجا 10 أيام ماكو. احنا بعد منا ما شفنا فتك تليفون، ما قال أنا من إيران، قال أنا فد مكان يوم الجهاري يمكن يدزوا وراكم وأنتم ما يجون عليكم. سدينا التليفون ماكو. يومين اجوا علينا، شيتوا علينا احنا بيتنا كلها معثث، كل شيء موجود. قالوا ترى للشرطة احنا كل شيء ما نسوي وياكم، فكم كانوا ترجعون. أمي قالت وين؟ ابني الاخ راح، ابني الاخ بالمعسكر، انا ما اجي اذا ما تجيبوا ابني. قال لا حجيت كم سؤال اذا احنا نرجعكم. احنا رحنا للشرطه 10 ايام بعد ما اجينا البيت، بعد عفنا ورحنا حتى انا ابو حيدر من اجى دق الباب علينا، الباب مسدود، اجى ورانا نزل. اسبوعين بقينا بالمركز، خلونا بس هذا، بعد لا عندنا رجعه ولا شيء. بعد جينا بعدين هاي الشرطه، امي قالت بطانيه صغيره على اساس هذا ابن الحجي صغير كان. امي قالت شوي كان ذهب على اساس تاخذ، ضمتهن. قال شو تسوي الحجيه؟ قال كل شيء ماذا اسوي؟ اجيب بطانيه، البطانيه وشويه عندنا ذهب خلينا جواباتنا. طلعنا مرت الحج واحنا وكلتنا وذيك كانتنا حامله هاي شعرها، قلنا شويه هدومها ويانا، بعد عرفنا احنا من نرجع بعد. بعدين خلونا اسبوعين بالسجن، بعدين شفنا فد خاور كبير، خلونا بالخاور جينا الخانقين. شلون حشاكل مال مزبله تنزل، نزلتنا بقينا بخانقين يومين بقينا بخانقين. بعدين احنا ما ندري وين نروح، جت سيارات سافرون الجهرم. قال اني عندي حتى انا يوم سوي لي تكه همينه وارجع يوم كل شيء لا تسوين. احنا خلينا سياخ اي سيدي ماكو ذاك منك شفناه سولفنا. قال يوم كنا اجتمعنا وسولفنا، بشوفني غرف الايرانيين شدوا عيونهم من غير مكان طلعوهم، وذول العراقيين طلعوهم، والحجي همنا مثلنا بخانقين ودزوا ايران. بدت معاناة أبو حيدر مع أجهزة الأمن بذاك النظام وهو طالب بالمتوسطة.
كان شقيق الأكبر ملاحق من قبلهم، فاتخذوا أبو حيدر كبش فداء، أو بالأحرى وسيلة ترهيب حتى يجبرون شقيقه إنه يسلم نفسه. بال 72 أنا كنت طالب مدرسة الجعفرية. أخوي كان عسكري ذاك الوقت، كان بوزارة الدفاع، فعنده شوي احتكاك ويا الضباط. فمن جاي يمكن للبيت ورا الظهر عنده أصدقاء ما طابين بملجأ مال أسلحة، ماخذين منهم أسلحة من الملجأ وطالعين. فمن طالعين قصدهم من يضربون، كان ضابط وكان عندهم أيديهم دا يضربون. فمقنصين وين؟ بنادي السنك. فرايحين ضاربين كم طلقة، ضاربين ضابط وشالع. انهزم. وين راح؟ راح عندي صديقي وخانقين وياي كان، راح لي هناك كان بيت ذاك الصقيع. وهاني طالب مدرسة، ما عندي كان عندي علم بهالشغلة مال اخويا. يجوا علي بالليل، وين اخوك؟ قلت له ما هذه بالمعسكر. يا معسكر اخوك مهزوم. صعدوا مرتين ثلاثة، جو 10 ايام حوالي تكراري بالسطح كنا ننام، يجون على غبره يدوروا بالغراب ماكو. بهالاثناء قالوا انت لازم تجي للشعبه مالتهم الخامسه، كان سؤال وترجع ما عندنا شغله وياك طالب مال مثلا. انا من رحت ودوني بسجن الخياله ورا ملعب الكشافه. بقيت 15 يوم، 15 16 يوم بقيت بالسجن اني، لان اخويا ما جاي. قال شو وقت ما يجي اخوك نطلعك لك. اخويا يا سيدي باكر ايش بدي شو يجيبه هذا؟ عاد قلت خلاص اجى للبيت ابويا قال لك قضيه تركيت وكيت اخوك ملزوم انا اصغر منك. اجى سلم نفسه، سلم نفسه اتفاقا بالتسليم على اساس ينقلونه الى سجن زعفرانيه. واني بقيت، هو نقلوه سجن زعفراني، انا طلعت. قالوا انت اطلع بعد ما عندنا شغل، احنا عندنا شغل ويا اخوك. مين جبتوا الاسلحه والمن ضربته؟ بقى حوالي يمكن 3 سنين 4 سنين هو جوه. كفالات ما شنو طلعناه، شلون نقول مؤقت، كفيل مؤقت طلع عمي، طلع ذاك الوقت. صارت شغله احتكاكيه. انا قلت لاخويا هاني بعد ينام مال العراق ما اقدر ابقى، لان انت مطارد، اني مراقب، فاحسن شيء خلينا نجي لايران. قال انا ما اجي لايران، خليني شو يصير خلي يصير. فبقى شلون نقول فار من العسكريه بخار. وانا ذاك الوقت هم جاد مو تقول ذاك يعني كبير وافتى. ها؟ ايش قد عمرك كان؟ طالب مدرسه كنت، مدرسه الجعفريه. ابتدائيه متوسطه شنو؟ متوسطه كنت بالجعفريه وشارع الجمهوريه. فشفت حتى بالمدرسه مضايقه، بالمدرسه هم مضايقه ميخ. شلون مثل واحد النهار كله قبالك واقف تطلع وين ما تروح. كم سؤال ونرجعكم. هاي الجملة حفظها كل أفراد عوائل الكرد الفيليين اللي تم تهجيرهم لاحقا للجمهورية الإسلامية. طبعا هاي الجملة يقولها أحد أزلام نظام صدام حسين للعائلة قبل أخذهم من مديرية الأمن. سمعت أم حيدر هاي الجملة، بعدها تم احتجازها مع عائلتها لأسبوعين تقريبا. من بعد ذلك هجرت العائلة قسريا إلى خارج العراق. من يبوس شارع الكفاح وقفنا مشينا راس الشارع، صيدلية عدنان وقفنا وكنا صعدونا. كان هسه كم سؤال نسالكم ونجي، هي راحتنا وبعد ما رجعنا للبيت. صار بكم من اخذوكم وين اخذوكم وصار مركز وبعد ما ندري بالمركز بقينا اليوم وباكر اسبوعين بالمركز.
قال هسه راح نطلعكم وهسه نجيكم وهسه راح تروحون للبيت وتروحون للبيت بتشد وخلونا بغرف قاعدين. عما جت السيارات وخذت احنا نشوف هاي منيريه. اصلا اكو ناس هاي واحده كانت قال ايرانيين خلي يروحون. ويعني ذيك كم سنه يمنا نايمه والله العظيم. اقول لها ابن اخويا البطانيه اللي تجيبه ما خلاها الشرطي. قال ابني ناخذ بطانيه، قال ما تاخذين بطانيه هسه راح ترجعين. مريض هاي ابن اخويا وزواع علينا وشايلي انا اشيله قلنا يموت، وهاي مرت اخويا له حامل. ونقول هسه جيب هسه تقول بطني توجعني وانت تصير بني، نقول هاي لا تجيب السجن بس خلينا نطلع منها وين ما ياخذونا خلي ياخذونا خطيه. يصير اخت ابو حيدر جنتنا. لا اكو اكل لا شيء والجهال واحنا مكان ضيق عجايز. شفنا عجوزه يعني ماتت جروها سحلوها اخذوها شايب راح يعني توفوا وراحوا. واحنا بس انا كنت خشابه ذاك الوقت امي وابويا وهذول بس نبكي. شنو بيدنا نقدر نحكي ويا الشرطه؟ ما نقدر نحكي ويا الشرطه، خلونا بالغرف. بإحدى الليالي تفاجأ أبو حيدر بعد عودته لبيت عائلة زوجته إنه البيت مقفل بأمر الدولة. والصدمة الأكبر لما عرف إنه زوجته وعائلتها اللي هم أيضا عائلته تقريبا تم تهجيرهم قسريا إلى الجمهورية الإسلامية. طبعا ما نقدر نجي بالنهار كذب. بالليل جيت لقيت البيت مضروب بلوك، اكو بيت بصفهم جيرانهم. سألت عليه قال بابا صفران صار هوايه. وزين انا وين اروح اصفران؟ وين اندلاني؟ وين كنت بوقتها مسجون كنت؟ كنت ببغداد. من ما ضل صفران كنت ببغداد. انا ما كنت التقي هناك بالخوف ما كنت اروح هناك. لان كنت مثل مراقب خاف عم يصير لك على ذولا عم يصير لك عليه. فجيت مره مده بالليل جيت شفت البيت مضروب شلون ضارب قفل وهاك واحد بي يا سالت الجيران قال بابا خذوت جتي سياره اخذتهم وراحوا. وين راحوا؟ قالوا دزوهم الايران صفروهم. عاد من شفت صفروهم شفت بعد ماكو عندي احد ببغداد. يعني اهلي هم اهلي هم ربوني تقريبا. انا كنت جاز غير امي متوفيه وابويا ما تزوجت حتى علينا حد وبقينا احنا مش شلون نقول ايتام بس عمتي هي مربيتنا وبقينا متربين بيت عمتي الى ما كبرنا. بعد احنا اخذنا بيت معزول اني والوالد واخويا كبير. قال بس نضايقكم كلهم بيت كبير وعائله كبيره احنا ما حد خلوا ما بحد. بس اخوي صغير وياهم كان عايش يعني من صغره وياهم ويا رضعتي لين جنتهم تصير. ابويا بقى بالعراق. قال انا ما اقدر اجي لايران ابقى دا اشوف خبر هذا اخوك. انا نزلت فاخويا ورضيعتي بيت الحجي كبرانين احنا لان انا امي متوفيه ما عندي ام لان هي كانت مثل امنا هي مربيتنا نعم كبرتنا. بس احنا كنا مثلا اني وابويا واخويا ببيت واحد وذول بغير بيت. من طبيعه الايران دزت عندي كان ولد صديق بالمانيا ادز له رساله هو بذاك من المانيا لمن يدزها البغداد لاخويا. قال انا وضعي زين ومكاني امن وخوش مكان. ورا مده عده رسائل بعدين دز خبر الولد قال يا ترى اخوك لزموه هسه بسجن رقم 1 وملاقات ما عنده وهي تسفيرات. ومن التسفيرات صاروا هذا اخوي ذبوا جوا. منو ذبوا وياه؟ ذبوا ابن عمي ويا بنفس الغرفه. ابن عمي قال يابا اخوك ما ادري اخذوه للمستشفى يمكن شقوا بطنه طلعوا كليته. فشكل تعذيبي يعني على مود يخلصون منه. ما يعترف ما يقول انا يا هدفاني يا حزب ما يعترف. يقول صدق مش شقوا بطنه هذا قام يحتاج دم. ابن عمي قال يابا انا اعطيت بطل اصدقاء بالسجن انطوا كل واحد بطل بعد ما عندنا دم. يقول خلي يعدموه يخلصون من عندنا وخلي يروح. انعدم ذاك الوقت.
استلموا جثة من ابن عمي. قال له لو تستلمه لو ندبل الكلاب السائبة. ابن عمي قال يابا أنا استلمه. لأن ابن عمي كان بس أخته تراجع على السجن. أخته رجل عراقي كان يراجعها على السجن، يعني يجيب المأكل يجيب شيء. قال يابا ترى فاضل قضيته كيت وكيت، هي اعطيناه يمي بلد شفان همينه بالملبس ماله. عاد جو بيكم خلوه بالبيكم اخذوه دفنوه بالنجف. أصعب شيء بالحياة إنه تفقد كل شيء بلحظة واحدة، أن تنتقل من أمان البيت اللي كنت عايش بيه وتحت سقفه إلى رعب العراء والخوف من المجهول. هذا الإحساس عاش كل الكرد الفيليين اللي تركوهم على الحدود والسلاح موجه لظهورهم، ومن ضمن هؤلاء طبعا أم حيدر. وهواية مشينا قد نص ساعة أزيد، نمشي ونمشي وين ما ندري، عما شفنا فد مسجد إيرانيين ذول الشرطة إجوا قدامنا. هواية مشينا، وأنا أريد أشيل أبويا ذاك الوقت. أمي كانت زينة يعني، بس أبويا بهالقد مو هالقد، يعني كانت رجال كبير. إحنا بس نخاف على مرت أخويا، نخاف تجيب الطريق خطية. بعد الظهر ذبونا لليل، بقينا في الصحراء ونخاف. وعمال ثاني يوم الصبح احنا وقعدنا بذاك المكان، قلنا وين نروح؟ ثاني يوم مشينا وقت الظهر رحنا شفنا الشرطة جوا قدامنا. الله وشون ليلة لا ليل ولا نهار نبكي للولد، نبكي لأخوتنا، نبكي علينا على بيوتنا. أصلا نسينا البيوت مالتنا، نبكي على نفسنا. قرر أبو حيدر أن يلتحق بعائلته بالجمهورية الإسلامية، لأن باختصار ما عاد إلى أي مستقبل بالعراق. كان مراقب وعين الأمن ملاحقته بكل مكان، لذلك كان قرار الهجرة إلى الجمهورية الإسلامية هو الأنسب. انصدمت بعد ما عندي حد، كل أحد ما عندي، يعني لا أقدر أروح للبيت، ليت مراقب، وين أروح؟ فندق ما أقدر أروح البيت بالليل، أجي أطلع الصبح. وذاك الوقت هم كنت اشتغل بشركه مال بيت اسعد الخضيري. فشفت الوضع ما يساعد، حتى أنا الله يذكره بالخير والناس اسعد الخضيري قلت له انا بعد مباشر بعد ما اجاني هذا اروح شغله. قال لي روح، ما قلت له اجي لايران. جيت صبح ركبت انا ولد وياي، جينا الخارقين، من الخارقين طبينا على الحدود، ما حدا محكي ويانا بالليل والله عبرنا. جد ورحنا اكو مسجد بمنذريه، فقالوا يابا الشباب مجردين يصون على صفحه والعوائل على صفحه، احنا ويا المجردين، يعني ما عندي عائلاني مجرد، انا ولا صديق وياي. وصلنا الجهرم، بقينا حوالي يمكن 10 15 يوم. عاد جو اقاربنا الباقيين بالعراق هم سافروا، جوي اجى ابن عم لابويا، سمع زينان الخبر يابا ترى احنا جايين بجهرهم. فهذا الولد اللي وياي عندهم التليفونات مال طهران، خبر قال ترى صباح موجود وياي، ولد هم اسمه صباح مثلي، هو اسمه صباح عباس، انا اسمي صباح عباس، هو اسم جده حاجي، انا اسم جدي محمد. شكوا بينا اثنيناتنا، قال شلون اثنين اساميكم سوا، ابوكم سوا، اسم جدكم تفرقتوا. بقينا مثل محجوزين بالجهرم. عاد من صباح ما ادري شلون فتح الجنطه مالته، قلب لقى جواز العراقي، قال يابا انا هاي جواز مالي عراقي، انا اسمي فلان، هذا اسمه صباح يفرق. عاد من اجى ابن عمي كفلنا اثنيناتنا، هم اني هو يسيبه من يصير هذا، ماخذ اخته صباح، يصير ابن عمي بس ماخذ اخته صباح. عاد من جينا طهران، من ندل وين نروح؟ عاد رحنا الليله ببيتهم. بعدين ذاك الوقت بيت عمتي كانوا بمهران، انا بقيت ببيت خالتي بطهران، لان خالتي مسافره بالسبعينات.
رحت ببيت خالتي لما اهلي جو من مهران، جو بعد عاشوا بطاران، بقينا مقيمين بطاران. شهريت لازم من نشوف، ما ندري وين نروح، لا انا ندل بيتهم لا هم يدلوني وين، بس هم يدلون يعني مثل يعرفون بطاران بيت فلان بيت فلان، بس انا يعني انا حتى كنا كرديا ما نعرف. من جو من مهران جو بطاران، قعدوا سكنوا منطقه كلهم كراد يعني قرايبنا اقاربنا، قال يابا جو ينام، سكنوا عايش بيتهم. ظلت والدة أم حيدر تنتظر أولادها الاثنين عدنان وفاضل، تبكي وتنعيهم، وبنفس الوقت عينها على باب البيت عسى ولعل تفتح ايديهم. حتى الأب ما فقد الأمل بعودة أبنائه، وكان يردد دائما هسه راح يدقون الباب. تتذكر أم حيدر وأبو حيدر أيضا هاي الأيام الصعبة والحزينة. الله أكبر، أمي ماتت، أبويا مات، من قهرهم ماتوا، من قهرهم ماتوا. هاي منتظرين ايش وقت يشوفوهم، ما شافوهم راحوا. أخير أيام أمي تقول أعلم ماكو بعد، قلنا لا أكو يمه، بس كان أخبار تجي قالوا ذولا راحوا قتلوهم كلهم دمروهم، وهذا كانت تقول لا بعد ماكو، تبكي وتنعي له هواي، راحت بحسرة قلب. هم أمي هم أبويا بحسرة، راحوا هسه وينهم؟ لو راح للعراق يشوف قبرهم شوي قلبنا يبرد، ماكو قبرهم، ماكو كل شيء ماكو، بحسرة قلب راح ما ادري سووا بيهم، صدام ايش سوى بيهم. حكاية تتلو النشيدا، وجرحك قد غدا صبحا جديدا، دم الفيل كم يحكي وفاء، وهذا العطر قد عرف الشهيد. تراب الأرض أزهر بعد نار، بسقيا من دم نال الخلود. والله اثنيناتهم يعني هذا فاضل خبيث يعني اقول لك يمكن ما نمله ما مأثر، يعني نمله ما مأثر بحياته ولا مأذي واحد ابد، ما له شغله بكل انسان، يعني يرتب شغله عمله. عاد ناخذ ولد فقير ولد شاب ما عنده بهاي، يجي من العسكريه يا ابوه لا يا بالبيت، ما تقول واحد مثل يطلع برا اهل السوالف، لا هاي ملتين بس، حتى احنا نتفرج ذكريات بس ملتين بس بالبيت، ما عندهم هذه الاشياء تقول يعني تقعد وياهم مضوج، تقعد تسولف تضحك. هاي كانت مثل امه راحت الزينب انا وياه نايمين، بس انا وياه نايمين بالحوش، يعني بس انا وياه نايمين بالحوش، كلهم راحوا زياره زينب سلام الله عليها. عمتي كانت تنعي مالها، كانت تبكي تقول يابا والله يجون، يقول له بابا بشين انتهى بعد راح، وابوها الله يرحمه يعني كل على كبر سنه يقول هسه يدق الباب يجي، يعني يعني احنا ندري مثلا نقول رايحين منتهين، بس هي عندها كانت امل بنو لا يرجع يتسفر يرجع، لان جابوا شبابه هوايه، هي معينه على ذولا الشاب. هو ابوه فد مره قال يجي، لان هو كان اصغر كلهم، صار شلون نقول عزيز على كلهم، يحبوه ويريدونه، انه بلد حيلنا تنحط بالقلب.
لحد الآن ما تعرف أم حيدر شلون استشهدوا إخوتها. سمعت أخبار كثيرة وهاي واحدة منها. جتني أخبار إن قالوا مسوين تظاهرات بالسجن، قال طلعونا إحنا شنو مصيرنا، ونسوين تظاهرات. إحنا أول السجناء سووا يعني تظاهرات وكلهم عدموهم. لأن هذول عدنان الله يرحمه ويجي ورا الدوام، يجي عنده كان سيارة مال أخويا، سيارة أخويا يروح يجي بالدوام يجي. من صار التسفير، صارت عليهم تسفيرهم، هذا بعد السجن، لأن هذول من الضجة صارت برقم واحد، سجن رقم واحد يمكن. صارت الضجة، عندي ولد بإيلام ويا ذولا كانوا، قال احنا انهزمنا، احنا من طلعونا بالسيارات قسم من عندك شيتهم من السيارة بعد بوقفت انهزم يقول انا من هزمت، جد اجى الإيلام هو الولد قال يابا قسم جماعة كسروا السجن، ذولا كسروا السجن كلهم على الاطلاق قتلوهم، ما خلوا ولا واحد من عندهم. كانوا الاثنين موجودين؟ اي بالسجن. قال قتل عام، قال اصلا ماكو، تقول بيجي يشوفون مثل بالشافور ويذبون ورا الحيطان. صعب لان لا إلى اثر، لا إلى مثلا مكان حتى للزياره، واحد يقول لك مدفون بفلان مكان يروح يزوره، لان فالشيء يعني انمحى وجوديا، يعني مثلا شلون واحد يقول ضبب اسيد وراح انتهى. يعني هذا الله يسعد امه وابوه اللي له هسه فكره يمه. يعني الى اكو انا اعرف بعض العوائل يتوقعون الى هسه جهل لولا يعرفون يعني منتهين المدفون حي بالمقابر جماعيه مدفونين، يعني عندهم امل. يقول لك ها باكر خاب يبين، ها شلون جوز هذا طلعيه ما يندلنا يرجع بفلان مكان، ولا اميد عنده اميد يعني يرجع لها، لا ماكو امل ماكو. والله انا اعرف واحده مره قامت حتى بالليل تبكي على ابنها وماتت فعلا، وماتت همنا ماتت. بس يعني شلون احنا عندنا بالكوري ليل متنا بس تنعي على ابنها، ماتت من وراء ابنها. بعد عام 2003 تأكدت أم حيدر من استشهاد أشقائها عدنان وفاضل الله يرحمهم، لكن الألم الأكبر اللي ما زال يرافقها هو أنهم شهداء بلا قبور. هذا الشيء اللي يعتبر من أبسط حقوق الميت وعائلته. تم حرمان الشهداء المغيبين منا بسبب قسوة وظلم وإجرام ذلك النظام. بس شوي من ترابهم، بس نروح نشوفه، أقعد على ترابه حتى قلبي يبرد. أصلا بعد قلبنا ما هفتان. مشتاقة لكم كل أخوي، مشتاقة لك، بس أجي على قبرك. وين مكان أقعد شوي على ترابك حتى قلبي يبرد. أمي بحسرتك وراحت، أبوي بحسرتك وراحت. كان يلبس الملابس العسكرية، شقد حلو عبالة الطابط، هذا مخياط من يروح كشخة هواية، ومن يرجع وأنا يضرب هدومه يؤتي. بس يعجبني يا بابا على طوله. مو أمي جابت هواية بنات، بس جابت أيضا الولد 7 بنات، حصر علينا ولد سنة هذولا. سما دمنا الذي سفك، ومن قد جار قد هلك.
هذا الدم المسفوك ظلما قد نما، والصبح أشرق إن ذا شفق الدماء. شباب أودموا ومضوا، شهادتنا غدت فلك من النور العظيم وراية وحماة. مطر ليحيي الأرض من دمنا هما، وأهلينا بتهجير وموطننا لذاك بكى. يبكي على الفيل يترك بيته، والبيت يبكي باشتياق دائما. واحنا نبوع على اهلنا ونتأذى. ذولا هم بحصرة راحوا، الله من ينعهون، نعاوي بعد بذاني. أخير أيام شلون الوالدة تعرف ابنها ماكو، وما قال لا يجون قال أخير أيام لا بعد ماكو أدري أعلم. جوني بنفس الملابس العسكري، كنا عبالك ببغداد جوي، وأمي قاعدة بالباب تنتظر شو وقت يجي العصر من العسكرية. أمي بالقوة جراها، قال أريد ابني لاغ، ابني راح ما أدريني وين الحجي. قال روحي هسه ندز وراك. بالقوة جرانا، توعال أمي بالسجن. قال أريد بابا، أريد ابني، خلي يدزونه رجالي، أريد ولدي أريده. تذكرين الحلم اللي جوش فيه؟ اي والله اقول لك يجي قاعده يمه بشارع الكفاح بالباب، امي قاعده وانا يوم قاعده شفت اجى من بعيد لابس الملابس العسكريه ماله، والملابس حكى وياه قال هاي هدومي غسليها. قلت هي اضرب لك يا ودي واغسلها عيوني. بعد سقوط الصنم بحث أبو حيدر عن أخوه المعتقل، وكان يسأل القاصي والداني عنه، وبأحد الأيام يجاه الخبر الأكيد من أخته، الخبر اللي ما كان يريد أبداً إنه يسمعه. طبعا احنا يعني سقوط صدام حسين احنا متوقعين انه هو مثل شلون نقول هتلر يقتل نفسه، نفس الطبيعه. قلنا هذا وما عليه كنت مثل هتلر ينتحر هذا، بس الله هو انطاه حقه بيده. طبعا شلون فرحت يعني باول يعني وقت السقوط كانوا مثل شلون فد واحد طير يرجع قاتل خلاله. احنا بس مثل ورا صار السقوط جوينا مؤسسه مال شهداء كل سفر العراقيه جوي، قال اللي عنده مفقود اللي عنده احد. احنا سالنا قلنا ماكو شيء، وما عندنا رسائل بينه وبين العراق، ماكو تليفونات ماكو، فكان عندنا بس ارتباط بالخارج مقطعه. قال اخوك اللي بعد ماكو خبر، يعني ماكو بعد بيش خبر. بعد من ورا مده رضعت راجعات، قال يابا اخويا مفقود وصدام حسين وكذا. عاد هذول قروا السيدي وما يسموه قرصة وما يسموه، بس يجي لقوا اسمه. منو قال لك يا الخبر هذا؟ رضيعتي من راحت العراق بالسقوط، راحت تراجع لان اخويا ماكو، سقوط صدام راح، السجن ماكو. بعدين ولد عمي قالوا يابا ترى اخوك ترى ويانا كان طلعوا من السجن. هذا شو اسمه ذولا السياسيين يعتبرون
قال اللي عنده اخوت له حق يطلع من السجن، طلعوا من السجن قال ترى اخوي ترى يمي انسجن انعدم دفناه بالنجف. اختي ما صدقت، راحت النجف شافت القبر ماله. من رحنا صار السقوط طلعوا ذني البروندات شو اسمه ذني الاوراق، راحوا شافوهم جابوا السيديات ذني مقتولين كلهم، هذول اخوتي اثنيناتهم مقتولين. اول ما رحنا للنجف ندور على القبور ندور عليهم، اول ما نزلنا رحنا للنجف قال مركن ندور عليهم. رحنا لكربلاء قال ما اروح لبغداد بيت اختي وذولا ما اروح. امي وايد تاذت مرضت، انا كنت اشيلها على يدي، هم امي هم ابويا حلال عليهم هوايه داريتهم. دورتي على قبورهم بالنزف؟ اي دورت هوايه، كان ما شهداء هذول مفقودين ماكو. القوانين الخاصة بتعويض السجناء السياسيين والمهجرين اللي وضعتها الحكومة العراقية بعد عام 2003 كانت أشبه بالتعجيزية أو صعبة على أقل تقدير. هالشيء جعل كثير من الكرد الفعليين ما يطالبون أو ما يستمرون بالمطالبة بحقوقهم الشرعية وتعويضاتهم من الدولة لعلمهم بصعوبة استحصالها. واحد منهم كان أبو حيدر. ما رحت، ما اروح شوف هم اروح تعال السياسي يقول لك يابا واحد وياك، انا هذا اللي وياي وين اروح ادور عليه؟ زين انا واحد صفي باكر ثاني يوم مخضوع عدمه، اي وين اروح ادور على واحد اقول له يابا تعال احلف قرعان، اقول يابا انا انسجنت سجن الخيال 15 يوم، زعفراني انسجنت لان اللي وياي ما موجود. هذا يقول لك يابا روح جيب واحد كان وياك، انا وين اروح اجيب واحد وياي؟ او اجيب واحد من الشارع اقول له تعال احلف القرآن بالكذب. مين اجي؟ احنا كنا بنقول فد 4 5 زين، مو تقول 4 5 تقول فد محله واحده او منطقه واحده تروح تجيبه وتجي، مثلا واحد من تلقي ببيتهم. انا رحت على جماعه ادور عليهم ما لقيتهم اصلا، بيوتهم انطشرت. زين وين تروح تلقى على واحد يقول يابا تعال انت كنت وياي؟ ما تلقي لين يقول لك جيب واحد لين شاهد وياك. زين انت مين راح تجيب شاهد؟ مين راح تجيبه؟ مرة جوي مال هجرة مهاجرين قبل هيك 10 سنين 12 سنة، قال يابا تحب ترجع؟ قلت له يابا احب ارجع، انا بعد ما مستمر ما عندي ذاك الوقت الجنازة بس عندنا هذا الكارت. قبل 10 15 سنة جو هم قاعدين عراقيين وايرانيين، ترجع؟ قلت له ارجع. استمارة 3 سنين استمارة، جيب الاستمارة ودي الاستمارة وروح بعد شهر الاخ نخابرك الله وياك محمد وعلي خلاص انتهى. اخذ البروانه مالتي، اخذ الفايل مالي واخذه وياه وراح. ما شفت الآن. هو راح يقعد مكاني حتى احتمال والله هو راح يقعد مكاني. هذا اللي الواحد رجله هنا رجله بالعراق، يومينا كم؟ زين هسه انت تروح بطياره تروح 3 ملايين 4 ملايين، ترجع 3 4 ملايين وهناك يقول لك يابا روح بشار الاخ تعال، شو تقول له الموظف؟ هذا يكون اكو فرع له، لان اشوف اكثر العراقيين موجودين بايران ما موجودين بغير اكثر وين ما تروح كلها اكثر عراقيين، هسه 90% مثل دوله عراقيين. تصور اقول له السلام عليكم ما يجاوبك. بالباب تقول الطابه بامن العام ما يفتشك. سفاره بالباب دب الموبايل دب بلانشيت دب بلانشيت شو وين طباني؟ امن العام مال ايران ما يسوي لك شيء. يعني تروح على هالشغله الا ان عندك عرف عندك صديق مثلا بالسفاره يعني يجوز يمشي لك يا ولا ما عندك لا ترجع عيد لي ورا عيد قدام. اللجنه تكون هي طالب يكون لجنه يكون هنا مخصوص لجنه اكثر. احنا ما نقول اكثر نقول للاكراد، اللجنه كلها للعراقيين الموجودين. هذا العراقي مثل ما يروح منها يروح لين بغداد ويرجع مثلا كتبه 7 ملايين توان ايراني ويرجع عيد لي ورا عيد قدام. شنو على اساس؟ على ورقه توقيع خويا انتوا هنا اكو عندهم مثلا
شعب اكو هنا يا بعد مود توقيع او حتى على هاي الجنسيه على جناسي هنا هاي بطاقه يسوى زين كم واحد انا اخذ حقه جهاله واروح هناك يعني الطياره اخذ على حسابي واروح واجي واكون على مود الجنسيه. يابا عندكم شعب خلوين هنا يراجعون العراقيين يراجعون خير كلهم حاله حال العالم ما دايره بال. ماكو عدد يعني جت في الحكومه العراقيه خلي تقول ياباني بد كردي فيلي نجتها نجوه واحده ما تروح هناك من يعرفك انت كردي فيلي؟ من يعترف بك انت كردي فيلي؟ يقول كردي فيلي من على الصبح شنو منو اللي يجي يقول لك انت سويت؟ والله تطلب بس شوي يساعدون العراقيين الموجودين بهالدوله هاي يلتفتون على يعني يساعدونا بمعاملات يساعدونا بعدم الكثر نروح السفر للعراق نروح ونيجي تكلفنا اكو مثلا اداره يسوون او لجنه يسوون مكان يسوون مخصوص يا بابا هذه العراقيين يراجعون بمسائلهم اللي عنده مشكله عنده بيت عنده محل عنده اشياء يساعدون حتى يمشوا معاملاتهم. يروح لهناك ويرجع يقول لك يا بيم المعتمد روح بعد شهر الاخمدي ما يجيك. زين انت شو تسوي بالعراق؟ تبغى تقعد بالفندق؟ تقعد بيت العالم تقعد تقعد. لا اصلا ما رحنا ولا اني رحت. هاي اختي بالعراق راحت طيناها شو اسمه وكاله وراحت وراها. بعدنا كان حالتها هالقد ضعيفه طينا اياها. بس الحقوق بعد 15 سنه اختي كانت حالتها كلش يعني ضعيفه قلنا له اخذيها قبل ذاك الوقت ما كان هالقد ما ادري ايش قد كان بعد 15 سنه بعدها هي قالت بعد اني خاف مريه كبيره تعي استلميها. بعد رحت سويته مالتي ومال اختي ومال الحجي بعد 15 سنه طينان مدارك مال امي وابوي ذول شهداء ما سويته بعد اني ما رحت وراه بس هسه بس مال اخويا اخذ. كان باسم ابن خالي قبل هاي امي تحب اخوه اخوتها خلت البيت مال اسم خالي هاي بيت الحجي رحت كلو من الحجي البيوت ماله هم باعوه كلوها كان باسمهم هم باعوا وكلوها. ابويا من السفر عاد سابوا ابويا وحده تعرف المنطقه كلها مبعثيه مو اكثر كلهم مبعثيه شاب هذا واحد هذا ابويا قال يابا خلينا صبر اروح ويا قرايبي اقل ويا بنت عمتي اجوا ويا بيت عمتي جابوا وياهم. هسه بعد انا احب العراق هسه بعد غير ما بشتاق للعراق يعني من اروح الرؤيه مد غير شكل يصير روحيه غير شكل يصير. هسه انا خليني امشي منها راس شارع اتعب خليني اروح لبغداد افطر من الصبح لليل ما عندي تعب. يعني مجرب انا مره مرتين كم رحت العراق ما اقدر من راس راح صدق اتعب يعني ينقطع نفسي بس بالعراق لا اشتاق له انا هسه بعد احبه. اكثر مكان اصدقائي كان عندي المحله مالتي المنطقه مالتي الشغل مالي كان اشتاق له يعني بس يعجبني اروح يعني لو نقول زيارات خاف احنا زيارات هيك هذا شيء طبيعي مثلا احب افطر بالشوارع ماله بس. مره السقوط ما قدرت اروح من طلعت الجنسيه الايرانيه ورقه عبور كان يعطون مثلا اللي يجي يروح للعراق العراقيين كان عندنا هذا جرين كارت وما يصيحوا الكارت هذا الابيض. على الكارت الابيض اني وحيدر والجهال اخذنا ورحنا للعراق. من رحت على بيت ابن عمي لان ما ندر قبر بال عمي ما ندر بالنجف. عاد ولد عمي قالوا يابا ترى ويا قبر مال ابويا بالسرداب. هو شوف العلاقه اللي يخليك يربط ما تقدر تترك بين الحرمين ما تقدر تتركه. هاي بشير يعني طب حضرة العباس من تطلع تركل وين؟ حضرة الحسين من تطلع يعني ما يهلك يعني هاي المسافة تعوفها تطلع برا. مرة تزور منها قطع ترجع لهنا، تزور منها ترجع لهناك. بس انا اقول لك مرة رحت الكاظمي الكاظم ذني كلها زرتهم. النجف مرتين ثلاثة رحت
هم كان وفاة الزهراء سلام الله عليها ما حصل نزم الشباك لان ما قدرنا كذب. العراق كان غير شكل يعني العراق اول من هسه العراق مثلا تغير، الطبيعه مالته تغير، الشعب ماله متغير. يعني وين كنا بالعراق مثلا كل بيت الطب بيت اهله كله اكثر البيوت صار معامل. بيت اللي انا الشارع اللي احنا بيه كل البيوت صار معامل. يعني اصدقاء ما عندك بعد هناك. هاي الدموع اللي ما جفت من 4 عقود هي دليل على حجم الألم اللي عاشتها هاي العوائل. سكين الغدر اللي طعنوهم بيها كانت كبيرة، لذلك جرحهم ما زال ينزف.